السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا هلا والله مسهلا. جاينكم اليوم موضوع بإذن الله راح يعجب الجميع. بإذن الله أن الجميع راح يستفيد. بإذن الله أن الجميع راح يتغير فكرته عن البرمجة، لأن هذه برمجة ما تأثر أبدا على الموتور. نترككم الآن وعدنا بإذن الله بعد المغرب. مساكم الله بالخير. أنا الآن بالورشة راح أكون مع المبرمج عبد الله السويلي. الآن موتوري مع الشيخ أبو يوسف عبد الله السويلي. بخير يا عبد الله ابو يوسف، الله حيه، الله يعطيك العافيه، يقويك، توفيق. نشوف عاد شو يصير اخر شيء ان شاء الله. نعبي هواء الكفرات، لازم تكون فيها 40. بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا برمجه. طبعا الان وزن الموتر والاشياء هذه تفرق بالاحصنه. هذا البرمجه 270 اللي هو حصان، والتورك 444 على بنزين 91 ما شاء الله. الباترول، اي باترول يوصل الاحصنه هذه. الماكينه ما تعطيك 317 اللي مكتوبه بالكتالوج، ما تعطيك الماكينه 317 كامله. ليش ما تعطيك؟ لان في اشياء متعلقه بالماكينه هي اللي تنقص من الاحصنه. عشان اوضح اكثر ابى اخلي اخوي عبد الله يكمل لكم. السلام عليكم. بخصوص اللبس اللي صار بالاحصنه والاختلاف اللي كبير، الان الماكينه 317 حصان، ففي الجير ياخذ من الاحصنه، الكلتشات تاخذ من الاحصنه، عمود الكردان ياخذ من الاحصنه، الكارونه تاخذ من الاحصنه، الدفرنس ياخذ من الاحصنه، وزن الموتر ياخذ من الاحصنه، الجنط ياخذ من الاحصنه، كل هذه تاخذ من الاحصنه، والهواء ياخذ من الاحصنه بعد. فعلشان كذا يعطيك هذه تقريبا كلها تسحب من الاحصنه كل هذه تاخذ من 317 حصان. وتقريبا اغلب السيارات تحسب من 80 الى 85% تنقصها من قوه السياره. ثم بالنهايه اللي هو يطلع لنا اللي هو 179 حصان. هذا الرقم الفعلي للماكينه والجير والدفرانس الى اخره. الله يعطيك العافيه اخوي عبد الله. الله يعافيك. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. لكن باقي البنزين والصرفيه البنزين نبي نكملها الان. الحمد لله الان انتهينا من البرمجه ووضعنا 5 برمجات خاصه بالباترول. يا ليت تشرح لنا ابو يوسف البرمجات اللي سويتها. الان هنا تتحكم بالبرمجه. ممتاز. مثلا تضغط هنا على تحت ثم تضغط واحده فوق. طبعا خريطه البرمجه اللي تحطها بالازرار يعني تقدر تغيرها من موتور لثاني، صح؟ صحيح. عطنا الدعسه ونشوف. الان بدينا باول برمجه اللي هي الخاصه فيها. طبعا فتح هو ال 40 بدا يتفتف. عطنا البرمجه الثانيه. الان البرمجه الثانيه 1. هذه الثانيه حقت ايش ابو يوسف؟ هذه حقت الحراميه، لو نزلت البقاله ولا شيء تدوس العداد ما يتعدى. ما يتعدى 1. ممتاز. البرمجه الثالثه هذه اذا احد دخل السياره وسرقها او واحد يمون عليك، مجرد ما يدعس البنزين راح تطفى السياره على طول اذا كان داعش بقوه زي كذا. الان راح تطفى السياره. ممتاز. البرمجه الرابعه ابو يوسف. البرمجه الرابعه يكون الضغط على 3 ما يتعدى 3 والسرعه ما تتعدى 120. يعني هذا ما يخليك تسرع. الان البرمجه الخامسه. البرمجه الخامسه نفس تقريبا الثالثه بس السرعه تكون 80 ما يتعداها. اول شيء اشكر ابو يوسف الله يجزاه خير، تعبنا. بنزين باذن الله انا راح اشوف التجربه بعد الاستعمال باذن الله. بعد استخدامي للموتر راح اشوف كم بالضبط نقص الصرفيه او كم الموتر راح يصرف. بكره باذن الله راح ارد لكم هل الصرفيه نقصت او ما نقصت. راح احط لكم ارقام عبد الله السويلم، وراح احط لكم حسابه على سناب. اللي وده يسأله أي شيء يسأله على حسابه بسناب. راح أحط أيضا رقمه حق الواتساب. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا هلا والله مسهلا. هذه تجربة العودة. زي ما تشوفون 600 وصلني
إلى الربع. يعني الحمد لله وصل لي على الربع. قبل ما تولع اللمبة بربع الخط اللي فوقها هو موقف عليه. السرعة طبعا أول 150 كيلو مشيت 140، وباقي المسافة 120. الباقي بالتانكي لو أمشي على 120 راح يوصلني 300 كيلو زيادة. الباقي بالتانكي يعني بإذن الله مشيني 900 كيلو التانكي الواحد على سرعة 120. سابقا كنت أمشي مع التانك الإضافي اللي إذا ولعت اللمبة 650. أما الآن مشاني إلى، أو إذا مشيت عليه ممكن مشيني إلى 900 على سرعة 120. طبعا هذه كلها بعد برمجة اللي برمج لي عبد الله الصبيلي، الله يعطيه العافية. البرمجة عادية ولا فيها أي مشكلة ولا منها أي ضرر بإذن الله. استودعكم الله، تصبحون على خير.